اخواني اخواتي السلام عليكم. غادي نصوروا الرحله ديال العوده ان شاء الله من المغرب الى ايطاليا عبر ميناء الجزيره الخضراء، طنجه الجزيره الخضراء، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا ان شاء الله. دابا حنا في ميناء طنجه المتوسط كنتسناو الباطو اخوه اللي يلاه جا دابا باش نركبوا فيه ان شاء الله نوصلوا للجزيره الخضراء الخزيرات. اذن هذه 7:30 ديال العشيه، يمكن واحد نص ساعه بحال هكا كنبداو نطلعوا. وكاين طوموبيلات كثار راجعين اليوم الجمعه 22 غشت. وخلوكم معنا ان شاء الله لباقي التفاصيل. كما كتشوفوا الميناء ديال طنجه عامر هاد العشيه هادي، بزاف ديال الطوموبيلات جاو. ان الجمعه الويكاند الناس كتبغي تمشي كما كتشوفوا، وان شاء الله باقي الرحله ان شاء الله غادي نصوروها كاملين. كما كتشوفوا اخواني 1:04 ديال الليل دابا، حنا يلاه نزلنا من الباطو وواحدين في الخزيرات. كاين المئات ديال الطوموبيلات كلشي واقف محبوس هنا. هاد البيروقراطيه ديال هاد البلاد هادي ما بغاش تفهم لينا. كتشوفوا يا اخواني كاين 5 ديال الكيشيات ديال البوليس، هما هادو اللي كتشوفوا فيهم ديال المراقبه. وكاين المئات ديال الطوموبيلات هادو اللي هنايا شادين النوبه عندهم. وعاد باش باقيين واحد 1000 ولا 2000 طوموبيل اللي مازال واقفه كتسنى النوبه باش تدخل لهاد البلاصه هادي ديال الطبيع ديال الديوانه ديال البوليس. شحال ديال عباد الله، شحال ديال عباد الله، شوفوا شحال ديال عباد الله، شحال ديال الطوموبيلات دايرين الصف. هادشي كله بالبيروقراطيه. 5 ديال المكاتب ديال الشرطه ها هما كيبان، 1 2 3 4 5 اللي باللون الاخضر. يعني 1:30 ديال الليل هادي سير حتى 9 الصباح ولا عاد باش توصل النوبه في عباد الله كاملين باش يدوزوا. دابا اخواني وصلنا تقريبا الميريا، باقا ليها 18 كيلومتر. هادي 9:11 ديال الصباح. كيف ما شفتوا البارح في الليل في الخزيرات تعطلنا بزاف، تقريبا شي 3 السوايع. جابوا شويه ديال البوليس زايدين باش يفكوا شويه داك الروينه اللي كانت. ودابا ومن بعد نعست شويه، ارتاحيت واحد السويعه ديال المكانه باش الواحد يقدر يكمل. دابا حنا غاديين في السفر ديالنا. المهم هاد الساعه الطريق غادا مزيان الحمد لله، ما كاينش زحام، ما كاينش طريق عامره. الانسان الصباح بكري ولا في الليل كيمشي مزيان، ما كاين لا زحام لا والو في الطريق. الانسان يكمل بشويه عليه، ودائما الانسان راه غير في سفر، راه باقي في العطله ديالو. وهادشي اللي كاين. المهم من بعد غادي نكمل معكم الهضره، وغادي نقول لكم على المشاكل اللي لقيت في المغرب من ناحيه الاكل، من ناحيه الجوده والخدمات. بزاف ديال المشاكل كاينه، مازال خاص الخدمه بزاف. كما قلت لكم الاخوان قبيله، غنعاود لكم شويه على المغرب، على المشاكل اللي كتوقع في المغرب. الانسان ملي كيكون غادي يدوز العطله ديالو من الخارج كيفاش كيدوزها، بعض المشاكل، بعض الحوايج. من
منها اول حاجه الغلا في كل شيء، بالاخص ملي كيعرفوا شي واحد جاي من برا. وانا طرات ليا شخصيا هذه، ماشي زعما سامعه من شي واحد، ولا شخصيا وقعت معايا. عاد باش تزيد الثمن ديال الكرا ديال الديور، الواحد كيبغي يبدل الجو، كيمشي من مدينه لمدينه، ولا ديور موسخين ما كيتهلاو فيهم ما والو، فهم سراق الزيت والثمن غالي، ما كاينش التهلو، ما كاينش المعامله، هي كيبروفيتيو في الواحد. الماكله الا كليتي في الزنقه عول على راسك فاش تغسل المعده، ولا شربتي شي حاجه عول على راسك غادي تمرض، غادي تمشي غادي تسمم ولا شي حاجه. وفعلا طرات ليا انا العائله كلها مرضت، شربنا واحد العصير، اش غادي نقول لكم، لا اله الا الله وصافي. زائد الاثمان اللي زايدين فيها، زائد زعما صراحه الناس اللي ما جاوش هذا الصيف هذا داروها مزيانه صراحه، لان هادشي خاص تعاد فيه النظر. البلاد زينه تبارك الله، كل شيء زين، ولكن راه البنادم مشكله هي في بنادم، في الطمع ديال البشر، ماشي في الدوله ولا في المرافق. الطمع ديال البنادم اللي عنده شي بلاصه واخا ولا منصب، واخا صغيور، واخا كيبيع ليه شي حاجه، واخا كيكري ولا شي حاجه، كيبغي يستغل هذيك الفرصه. اكبر عدد ممكن خاصو يستغلوا باش يدي البنادم هذاك الشيء اللي عنده، وما كيتقاوش الله، ما كينقي وما كينظفوا، باغي غير الجشع، غير شد وربح، غير ربح ودخل الفلوس وصافي، بحال زعما الدنيا غادي تسالي صافي. خاصهم الا ما دخلوش اكبر عدد ديال الفلوس هذا الصيف صافي. انا بصراحه كل ما الوالدين والخوت ما نمشيش للمغرب صراحه، على هذا الشيء اللي كيوقع وهذا الشيء اللي كنشوفوا، هذا الاستغلال وهذا الشيء اللي كيوقع في المغرب. المهم الواحد ما كيقولش انا راه دوزت العطله ارتحيت فيها ولا هذه، لان بلا ما نبقاو نعاودوا نفس الهضره على داك الشيء اللي كيوقع. وفعلا الانسان يمشي يدوز عطله في اسبانيا ولا يدوزها في دوله اخرى ولا فيما بغى، غادي تطلع ليه بنفس الثمن ولا غادي تطلع ليه رخص، وغادي يدوزها مرتاح، واكل نقي، ساكن نقي، وما مقلق ما معصب ما حتى شي حاجه. انا كنصح الناس يعاودوا النظر، اللي بغى يمشي من الاحسن يفكر 2 مرات، بغى يدوز العطله في المغرب. اللي بغى يحيي صله الرحم متفق معاكم، هذه هي الحاجه الوحيده اللي يقدر يمشي عليها الواحد. اما باش تقول لي السياحه ولا التخربيق الخاوي، السياحه الداخليه ولا هذا الشيء غنساو. السياحه كاينه فقط الجروبات اللي كيمشيو، هذوك الجروبات اللي فياتجي اورغانيزاسي، هذوك هما اللي كيمشيو من هنايا منظمين، مادين لهم الامور ديالهم فقط، وما كيمشيوش بثمن غالي، كيمشيو غير بثمن رخيص. هذوك هما اللي كيدوزوا العطله ديالهم وكيرجعوا كيقولوا دوزنا العطله في المغرب. اما انسان كيمشي كيدي كيخسر فلوس اكثر من هذوك بزاف المرات، وكيتكرفسوا عليه وكيتم راجع مريض هو وولادو، يعني لا اله الا الله وصافي. حنا دابا الاخوان قربنا لفالنسيا، حتى في الرجعه بالنسبه للباطو على ذكر الباطو ما كيحترموش الوقت ديالو، جينا مع بالياريا الباطو كيعطلوه باش يجمعوا فيه الناس اللي غاديين يمشيو دابا والناس اللي غيجيو من وراهم حتى هما في باطو واحد، ويزيدوا باش ما يجيبوش 2 باطوات ويمشي هذا خاوي وهذا خاوي شويه، كيعمروا مع ما سوقهمش هما الواحد يتعطل ولا ما يتعطلش، حتى كينزلوا الباطوات كلهم في الخزيرات كيتعرموا كما عاودت لكم الصباح، كما شفتوا في الفيديو. شحال ديال الطوموبيلات وشحال ديال الناس كتوصل عيانه مهلوكه، ما كتبقاش قادره تكمل الطريق، وما يمكنش لك تدخل لوطيل 3 الصباح 4 الصباح، لوطيلات تبغي كلشي ساد، وكاع لي نفرض كاع لقيتي شي واحد حال غتبغي تدخل تنعس فيه 11 الماكسيموم، كاع غادي يقول لك تخرج. شحال غتنعس فيه 6 السوايع، ما غترتاح والو، خاصك تخرج تشد الطريق. يعني الانسان كيضطر يوقف في شي باحه الاستراحه وكينعس هذيك نص نعسه مهرسه غير باش يكمل الطريق وصافي، بين ما وصلت العشيه عاد باش يشد لوطيل يدخل يرتاح فيه. المهم الحمد لله الانسان على كل حال كيقول شفت بعداك والديا وخوتي، الانسان حيا صلة الرحم، الوليدات شافوا البلاد ديال باهم الاصل، وهذا الشيء اللي كان الاخوان. والرحله ديالنا ان شاء الله مازال غدا في الطريق، حنا رحنا مازالين دابا غاديين، ولا كان شي مستجد ان شاء الله غادي نقولوا لكم.
خوتي حنا وصلنا للحدود ديال فرنسا. حنا دابا في جوانكيرا بالدخله ديال الحدود مع اسبانيا مع فرنسا. كما كتشوفوا الجو مزيان. الصباح دابا حنا دوزنا الليله في لوطيل، نعسنا دخلنا ارتاحينا. انا الانسان خاصو يرتاح. السفر هذا ماشي بنادم غادي يشد دقه وحده ولا داك النعاس المقرد كيوقف مره يرتاح شويه نص ساعه ساعه، هذيك غير باش كترتاح، ماشي باش تشد طريق طويله. خاص الانسان ضروري ما ينعس قليله، واحد 7 السوايع خاصو ينعسها باش يكمل السفر يكون مزيان. المهم الحمد لله هذا الامور مزيانه. احنا دابا دخلنا لفرنسا، مازال الرحله ديالنا ان شاء الله مستمره حتى ندخلوا لايطاليا. ودابا كما كتشوفوا اخواني حنا وصلنا لنيس، يعني ما بقى لنا والو ندخلوا لايطاليا ان شاء الله. دابا مناظر رائعه صراحه هنايا في نيس. كان هذه المناطق السياحيه في فرنسا هي جات على الحدود مع ايطاليا. كما كتشوفوا ديما هذه المناطق هذه كيكون فيها الزحام، لان ديما مناطق عامره كيجيو الناس يدوروا السياح وداك الشيء. ما بقى لنا والو ان شاء الله ندخلوا لايطاليا. دابا الاخوان وصلنا لايطاليا. هذه الحدود ديال ايطاليا مع فرنسا، وحنا غادي نخلصوا. هذا هو الاداء الاخر في فرنسا، حيت كاينين بزاف ديال محطات الاداء كيقلقوا صراحه، كثار بزاف. زيد وقف وخلص، زيد وقف وخلص، وغاليين بزاف. على باش تاخذوا واحد الفكره، غاليين بزاف هاد لوطوروس ديال فرنسا. هذا هو الاداء الاخر، وغادي ندخلوا ان شاء الله لايطاليا. نشوفوا شحال. يعني اخواني خلصنا الاداء الاخر كما قلت لكم ديال فرنسا. صافي دابا دخلنا لايطاليا. دابا حنا دخلنا للتراب الايطالي. الحمد لله الرحله ديالنا قريبه تسالي. كنبغي ننصح الناس اللي باغا تمشي للمغرب تحاول ما تاكلش ماكله الزنقه، ما تشربش هذاك الشيء اللي كيتباع في الزنقه. ترد البال مزيان، تعرف شنو كتاكل، فين كتمشي. يعني صراحه هذا العام صدمت اكثريه. هذا العام الثقه ما بقاتش بزاف، ما بقاش الجوده، ما كاينش بنادم ولا باغي غير يربح باي طريقه. المهم كنتمنى هذه الرحله هذه اللي شاركتها معكم تنفع بعض الناس اللي غيشوفوها، وكنتمنى لكم حد سعيد والى اللقاء.